السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أحمد خالد عمش أحسن المحرر اللي دمر بشار الأسد. هي هدية للحكام العرب بمناسبة اجتماعهم واستضافتهم المجرم على بلاد القاهرة مكة والمدينة المشرفة. بدي أقول لهم هكذا تمضي بنا الليالي وتمر بنا السنين، وفي القلب لوعة والدمع بالعين حزين، من حاكم معتوه أبله يدعي أنه طبيب عيون، وهو جرو صغير خريج مشفى المجانين، قتل أغلى شبابنا وشرد من أهلنا الملايين، ونساء وأطفال وشيوخ ما زالوا بالسجون معتقلين، وكل يوم يموتون قتلا وحرقا وذبحا، واسم علي مكتوب على السكين. وحكام عرب وليسوا عربا على أذنيهم نائمين، أضاعوا عروبتهم بين الكرملين وطهران وبكين، وما زالوا يبحثون عن عروبتهم بين أفخاذ العائرات تحت الكلاسين. وبالملاهي والمراقص رموا عجالاتهم تحت الطاولات ولبسوا زي النساوين، ودنسوا مكة والمدينة وصافحوا مجرما وأصبحوا مثله ديوسين. وأضاعوا طريق القدس، للأسف أضاعوا طريق القدس بين حلب وحمص ولبنان وعربين. وبطل العرب اسمه صدام شنقوه في أول يوم عيد بالتاسع والعشرين، وشربوا الخمور فرحا على موته، كالقهوة بالفناجين. ونحن نكبر ونحلم بأن نصلي جماعة في قلب القدس في فلسطين. أيا ليت الزمان يعود يوما ويخلق الله رجلا كالأيوبي صلاح الدين. وشكرا لكم، وإن شاء الله تكونوا تمتعتوا بهالقصيدة، وألف شكر.